السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد اكلة شرقية اللي هي الكنافة او عش البلبل. كيف كتشوفوا كيجي بهذا المنظر هذا، كيجي زوين وكيجي راقي، وغادي نصيبوه ان شاء الله غير بورق البسطيلة. حيت هنايا ما كيتوفرش عندنا بزاف الكنافة هنايا. غادي نصيبوه بورق البسطيله اللي متوفر في المغرب بزاف. كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي منظر جميل وراقي، وحتى المذاق ما نقولش لكم زوين. خليكم معايا ندوزو المقادير ديالها. غادي نحتاجو ورق البسطيله. الا ما كانتش الكنافه متوفره ماشي ضروري تكون متوفره، المهم انا قلبت عليها بزاف وما لقيتهاش، قلت اجي نعوضها بهاد الورقه هذه. المهم انني غادي نحضر كنافه. ديما كنتشهاها ولكن كنافه ما كنلقاهاش هنايا. مشيت عند العطاره، مشيت للسوبر مارشي، مشيت لكل شيء ولكن ما لقيتهاش. هنايا عندي نص كيلو ديال ورق البسطيله اولا ورق الفينو، المهم ورق البسطيله كيكون رخيص. عندي هنايا واحد نص كاس ديال الزبده. عندي هنايا واحد شويه اللوز خلطته مع الكركاع، تقدروا تعوضوا باللوز بالكاوكاو. وهنايا ليمون. فاش غادي نديرها، كنشدوا الورقه كنقطعوها بحال هكايا كيف كتشوفوا وكنفرتشوها. المهم كنقطعها بالمقص ولا كنقطعها بالموس كيف كنقطعوا الربيع وكنفرتشوها. غادي نديروا ليها هاد الزبده هذه. نتوما على حساب الكميه اللي درتو، الا درتو كيلو ديال الورقه زيدوا كملوا كاس كبير. انا عندي هنايا غير كاس صغير. الا درتو نص كيلو ديروا غير نص كاس ديال الزبده اولا كاس صغير ديال الزبده على حسب. كنخويو هاد الزبده هذه وكنخلطوا الكنافه ديالنا كيف كتشوفوا. كنخلطوها مزيان حتى كتشرب هذيك الزبده، وكنحطوها في ليمول ديالنا اولا تقدروا تستعملوا مول كبير كديروها وحده. هنايا بغيت نديرها فرديين كيجيو غزالين، كيعطيو منظر جميل. كتدخلوا ديك الزبده في هاد الورقه هذه اللي ما مفرتهاش فرتوها. هانتوما كيفاش كتكون فاش قطعتها. الا لقيتو ديال الورقه ديال البخار ولا ديال الفوار اللي كطيب في الفوار خذوها احسن، هي ما كتلصقش بحال هذه. ونستمر حتى غادي ندخل فيها هاد الزبده هذه ونحطها في ليمون ديالها ونزوقها بداك اللوز وندخلها للفران. سهله مالا ما فيهاش تماره بزاف. دخلت الزبده في الكنافه ديالي اولا الورقه، كنشد هذوك الليمون ما كندهنهم ما والو حيت هي فيها الزبده ما غاديش تلصق. صافي تنحطها عادي بحال هكايا كيف كتشوفوا. كنحطها عشوائي ما فيها زعما ما تقاد ما والو. كتحطها كتهزها وكتحطها. كندير واحد التقبه هنايا وتنعمروها باللوز اولا الا كان عندكم البيستاش تقدروا ديروا البيستاش. هنايا درت اللوز والكركاع مهرمشين وصافي. كندخلوها للفران كتحمر كطيب على خاطرها باش طيب مزيان، باش يدخلها الطياب مزيان ما تكونش معجنه. وصافي تنخرجوها تنسقيوها بالسيرو. السيرو فايت اللي حضرته معكم في واحد الفيديو الاول غادي نحطو لكم في صندوق الوصف. السيرو كنديروا فيه كاس ديال السكر، جوج كيسان ديال السكر، كاس ديال الماء، كنشعلو عليه حتى كيولي قريب يولي العسل وكنطفيو عليه. هنايا زدت عليه واحد شويه ما زهر حيت هذه اللوز والورقه كيجي معاهم ما زهر زوين.
صافي غادي نستمر حتى غادي نعمرهم كاملين وندخلهم للفران ونتلاقاو مع الشكل النهائي. سقيتها بالسيرو ديالها، كتجي بحال هكايا، كتجي شاربه داك السيرو اولا داك القطر، داك العسل اللي صايبنا بالسكر والماء زهر والماء. كتجي بهذا المنظر هذا، كتجي غزاله وكتجي منظر جميل وحتى المذاق. نتمنى تعجبكم وتجربوها، راه ما فيها شي مقادير اللي كثيره وما فيها شي مجهود. وانتم كي كتشوفوا كتجي رائعه وراقيه والمذاق لا يقاوم. جربوها وردوا عليا في التعاليق. غادي نقطع معكم وحده ونشوفوها في الداخل ديالها كيف كتشوفوا. غادي نقطعوها بيدينا. هانتوما كتجي طيبه وزوينه ومسقيه. نتمنى تجربوها.